أهلا وسهلا بكم في قناتنا. اليوم راح نحكي عن موضوع بيخوف، موضوع بيخلينا نفكر بشر الإنسان. راح ندخل عالم خطير، عالم فيه أخطر 10 سجناء في العالم. استعدوا تسمعوا قصص بتخوف، قصص عن جرائم هزت العالم، قصص عن ناس صاروا وحوش، ناس خوفوا العالم كله. راح نكشف لكم أسرار عن حياتهم، ليش عملوا هيك وكيف انتهى فيهم الحال بالسجن. جاهزين تدخلوا معنا بهذا العالم؟ بالمرتبة 10 بنلاقي سفاح الظلام مسجون بظلام زنزانته. كان يختار ضحاياه بالليل ويهجم عليهم مثل الوحش. جرائمه كانت ترعب كل المدينة وما حدا كان آمن منه. الشرطة دارت عليه سنين وكان يختفي بعد كل جريمة. جرائمه كانت تزيد بشاعة والخوف سيطر على الناس. لكن أخيرا الشرطة قدرت تمسكه بعد مطاردة طويلة. الناس فرحوا كتير وتخلصوا من الكابوس اللي كان مخوفهم. انحكم عليه بالسجن مدى الحياة جزاء له على جرائمه، واليوم قاعد في زنزانته وحيد مع ذكريات جرائمه البشعة. الشر مش بس قوة، أحيانا العقل يكون أخطر. بالمرتبة 9 بنلاقي العقل المدبر، رجل خطط لجرائم كبيرة بذكاء شيطاني. هو ما تلطخت يديه بالدماء، لكنه كان زي قائد لمجموعة مجرمين. كان هو وراء كل جريمة، من سرقة البنوك لتهريب المخدرات وحتى جرائم القتل. ظل العقل المدبر بعيد عن الشرطة لسنين، لكنه وقع بالفخ أخيرا. محاكمته كانت مهمة كتير وكشفت عالم سري من الجريمة، وبالنهاية العقل المدبر انحكم عليه بالسجن لسنين طويلة. الوحشية مش بس للرجال. بالمرتبة 8 بنلاقي الأرملة السوداء. كانت حلوة كتير، لكن ورا جمالها في سر خطير. كانت تستخدم جمالها سلاح تجذب فيه الرجال الأغنياء وتخلص منهم بدم بارد. كانت طماعة وما يهمها غير المال. جرائمها خوفت الرجال وصارت الأرملة السوداء كابوس. بعد جرائم قتل غامضة قدرت الشرطة تكشف حقيقتها. انحكمت بالسجن مدى الحياة عشان تقضي بقية حياتها بعيدة عن الناس اللي كانت تستغلهم. شابتر 4 في المرتبة 7 بنلاقي قناص المدينة، رجل حول الرعب إلى لعبة خطيرة. كان بيختار ضحاياه عشوائيا ويقتنصهم من أماكن بعيدة ويختفي قبل ما حدا يشوفه. كان يتنقل بين مواقع مختلفة مما صعب على الشرطة تتبعه. جرائمه خوفت المدينة كلها وما حدا صار يحس بالأمان. الناس كانوا يعيشون في رعب دائم، يخافون من الخروج ليلا. الشرطة دارت عليه لأسابيع وكان زي الشبح يختفي بعد كل جريمة. استخدم تقنيات متقدمة للتمويه مما جعل القبض عليه تحديا كبيرا. كان دقيق بإصابته بشكل يخوف، رصاصاته ما كانت تخطئ هدفها أبدا. كان يمتلك مهارات استثنائية في القنص مما زاد من خطورته، لكن بالنهاية انكشف أمره. الشرطة قدرت تمسكه بعد مطاردة طويلة ومعقدة. استخدموا كل الموارد المتاحة لهم للقبض عليه. الناس انصدمت لأنه كان شاب صغير، ما حدا توقع منه هيك جرائم بشعة. كان يبدو شخصا عاديا مما زاد من صدمة المجتمع. انحكم عليه بالسجن مدى الحياة جزاء على اللي عمله. الآن يقضي أيامه في زنزانة ضيقة بعيدا عن المجتمع الذي أرعبه. شابتر 5 في المرتبة 6 بنلاقي عصابة لصوص المجوهرات، مجموعة مجرمين محترفين اشتهروا بسرقة أغلى محلات المجوهرات بالعالم. عملياتهم كانت دقيقة ومخططة وما كانوا يتركوا أي دليل وراهم. جرائمهم كانت بالصحف العالمية والشرطة كانت تلاحقهم بكل مكان، لكنهم كانوا دائما أذكى. جرأتهم ما كان لها حدود، ما في شيء كان يمنعهم، لكن الطمع يقل ما جمع. وقعوا بالفخ بالنهاية. محاكمتهم كانت حديث الساعة وكشفت عالم من الغنى والترف، وبالنهاية لصوص المجوهرات انحكموا بالسجن لسنين طويلة. شابتر 6 في المرتبة 5 بنلاقي ساحرة السموم، امرأة بتعرف كيف تستخدم السم بجرائمها. ضحاياها كانوا أقرب الناس لها،
زوجها، عيلتها، أصحابها. ما حدا كان آمن من سمومها القاتلة. ما حدا كان بيعرف ليش تعمل هيك جرائم بشعة. ظلت بعيدة عن الشرطة لسنين، لكنها وقعت بالفخ أخيراً. محاكمتها كانت غريبة، وكشفت عن شخصية غامضة، وبالنهاية انحكمت بالسجن مدى الحياة عشان تقضي بقية حياتها بالسجن بعيدة عن العالم اللي خربت فيه. Chapter 7. سجين رقم 4. هكر الظلام في عالم بيعتمد على التكنولوجيا. بيظهر خطر جديد، خطر هيكرز الظلام. وبالمرتبة الرابعة بنلاقي أخطرهم شاب ذكي حول موهبته بالكمبيوتر لسلاح خطير. هكر الظلام اخترق أنظمة حكومية سرية، سرق ملايين الدولارات من البنوك ونشر الفوضى حول العالم. جرائمه كانت تهدد أمن الدول وتضر بالاقتصاد العالمي. ظل مجهول الهوية لسنين، لكن أخيراً وقع بالفخ. محاكمته كانت حدث عالمي، وكشفت عالم سري من الجريمة الإلكترونية. وبالنهاية انحكم عليه بالسجن لسنين طويلة، ليكون عبرة للي بيفكروا يهددوا أمن الدول. Chapter 8. سجين رقم 3. زعيم العصابة في عالم الجريمة المنظمة. زعماء العصابات هم الأقوى. وبالمرتبة الثالثة بنلاقي أخطرهم رجل بنى مجموعة إجرامية ضخمة سيطر من خلالها على تجارة المخدرات والأسلحة والدعارة. كان له شبكة واسعة من العلاقات، وامتدت سلطته إلى مناطق بعيدة. كان له نفوذ كبير، ورجاله مستعدين ينفذوا أوامره مهما كان الثمن. جرائمه خوفت الناس، والحكومات حاولت تمسكه. كان يخطط لكل خطوة بعناية، مما جعل القبض عليه مهمة شبه مستحيلة. وبعد مطاردة طويلة، القوات الخاصة قدرت تمسكه بعملية أمنية كبيرة. محاكمته كانت حدث تاريخي، وكشفت عالم من العنف والفساد. كانت المحاكمة مليئة بالشهادات المثيرة والاعترافات الصادمة. وبالنهاية انحكم عليه بالسجن مدى الحياة، عشان يقضي بقية حياته بالسجن بعيد عن العالم اللي خرب فيه. أصبح مثالاً على سقوط زعماء العصابات، وعبرة لكل من يفكر في السير على خطاه. Chapter 9. سجين رقم 2. سفاح النساء. سفاح النساء بيخوفوا النساء وبيخوفوا المجتمع كله. وبالمرتبة الثانية بنلاقي أخطرهم رجل حول كرهه للنساء لهوس بالقتل. جرائمه كانت بشعة، وكان بيستهدف النساء عشوائياً. جرائمه خوفت المدينة، والناس صاروا عايشين بخوف. وبعد مطاردة طويلة، الشرطة قدرت تمسكه بفضل مجموعة محققين شاطرين. محاكمته كانت مليانة تفاصيل بشعة، وكشفت عن شخصية مريضة. وبالنهاية انحكم عليه بالإعدام جزاء على اللي عمله. Chapter 4. السجين رقم 1. المجرم الدولي في عالم مليء بالمخاطر. يظهر خطر كبير، خطر المجرمين الدوليين. هؤلاء المجرمين لا يعرفون حدوداً. وبالمرتبة الأولى نجد أخطرهم رجل حول العالم إلى مسرح لجرائمه. كان يتاجر في الأسلحة والمخدرات والبشر، وكان مسؤولاً عن هجمات إرهابية عديدة. جرائم أغضبت العالم بأسره، والحكومات تعاونت بشكل غير مسبوق للقبض عليه. وبعد مطاردة طويلة ومعقدة، تمكنت قوة دولية خاصة من القبض عليه بعملية أمنية معقدة. محاكمته كانت حدثاً تاريخياً، كشفت عن عالم سري من الجريمة والفساد الذي كان يديره. وفي النهاية حكم عليه بالسجن مدى الحياة في سجن ذو حراسة مشددة، ليقضي بقية حياته معزولاً عن العالم الذي حاول تدميره. هذا الحكم كان رسالة قوية لكل من يفكر في السير على خطاه. أوترو. في ختام رحلتنا المظلمة، وهيك وصلنا لنهاية رحلتنا في عالم الجريمة، عالم مليان قصص بتخوف. تعرفنا على أخطر 10 سجناء في العالم، وكشفنا لكم أسرار عن حياتهم، ليش عملوا هيك، وكيف انتهى فيهم الحال بالسجن. نتمنى تكون هذه الرحلة فادتكم، وخلتكم تفهموا أهمية العدالة ودورها بحماية المجتمع من الشر. شكرا لمتابعتكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة لمزيد من الفيديوهات المهمة.